السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات. مرحبا بكم مرة أخرى من بعض الفيديوهات اللي غادي تشاهدوها اليوم من المزرعة. كيف وعدتكم غادي نديروا مرة محتوى المزرعة، لأن بزاف ديال الناس كيعجبهم هذا المحتوى، كيبغيو يشوفوا يتفرجوا ويسقيو عيونهم. في حقا هذه المناظر الجميلة هي كتعطي واحد الراحة للذات والراحة للروح كذلك. هذه الدالية عندها تقريبا واحد 4 سنين، تقريبا عندها واحد 4 سنين ولا 3 سنين، كنظن شي 3 سنين يمكن. كيف كتشوفوا هذه المرة الثانية دابا اللي كتعطي فيها الغلة، يعني كل مرة كتعطي شوية أكثر. الغلة بطبيعة الحال كيف كتشوفوا ما كثيراش بزاف، لأن المساحة ديال هاد الدالية ما كبيراش بزاف، هي صغيرة جدا. فهي فقط يعني المنتوج هذا اللي غادي يخرج كله غادي يكون فقط منتوج للاستهلاك وليس للبيع. الاستهلاك فقط، لأن غادي يبدأ في شهر 10 11 و12 إلى آخره، وغادي يكون فقط الاستهلاك العائلي وليس للبيع. غادي ننتقلوا دابا المرحلة ديال الخروج كيف كتشوفوا الدجاج من الكوري وهم خارجين، يعني موحشين انهم يحفروا في الارض ويلتقطوا بعد يعني الدود اللي تيكون في الارض وبعد الاعشاب كذلك. كيف كتشوفوا كيموتوا على الربيع، تيموتوا على الفصات، يموتوا على اي حاجه خضراء كتكون في الارض وكتكون جديده، فتيبغيو ياكلوها لانها طبيعيه. وهذه هي الطبيعه ديال الدجاج اصلا، لان الدجاج هو معروف بانه تياكل النباتات وليس بالقمح كما يظن بعض الناس، بان الدجاج هو مديور بانه ياكل القمح ولا الذره ولا السكاليم ولا شي حاجه بحال هكا. لا، هذا غلط. الدجاج في الاصل ديالو تياكل الربيع وتيحفر على الدود وتياكل كذلك الحجاره والتراب، لان المعده ديالو ما كطحنش، فخاص يكون فيه عنده التراب، هذيك الحجاره الصغيره اللي كتعاونو باش انه تيهضم في المعده ديالو. كيف كتشوفوا الدجاج كيخرج تيتوزع على مناطق عديده في المزرعه، وتيبقى ينبش ويحفر هنا ويحفر هنا ويحفر هنا حتى تيكمل هذيك الفتره ديال البحث على بعض الاعشاب وعلى بعض يعني الدود ولا بعض الحشرات اللي غياكلها، ثم كيرجع ويدخل الكوري مره اخرى للنوم. هذه المساء، هذه الفتره المسائيه اللي هي 5:30 ديال العشيه، ما بقاش بزاف انها تغرب الشمس، يعني واحد ساعه ونص تقريبا ولا ساعتين الا ربع. فلهذا الدجاج هو الان خدام تيبحث وتيقلب وتياكل. هذه بعض الدجاجات اللي هي مخبيه وسط العشب وكتحفر وكتقلب على، كيف قلت لكم، بعد الحشرات وبعد الديدان، وكذلك كتاكل من الفصه اللي كتشوفوها خضراء موجوده تبارك الله، مع هاد الامطار، امطار الرحمه اللي سقطت في هاد السنه هذه. الحمد لله كانت امطار رحمه اللي كانت زوينه بزاف، وفي حقها انعشت الارض وخلاتها خضراء تبارك الله. كيف كتشوفوا المنظر جميل، والدجاج مرتاح في هاد ما بين هاد الاعشاب طويله اللي كتشوفوها عاليه، راه تقريبا راه الفصاره واصله متر وشويه، كاين بعض المرات كتلقى فيها شي متر و10 متر و15. فالمهم الدجاج عايش مع راسو الحياه ديالو الحمد لله. وبطبيعه الحال اللي شاف شي حاجه يقول تبارك الله ما شاء الله. هذه دائما الواحد يقولها فين ما يشوف شي حاجه زوينه. الدجاج ما مولفش بزاف البشر، وانما تيهرب تيخاف على راسو بطبيعه الحال، لان هذه طبيعه الدجاج. اذا ما كانش عايش معاك ويعني وكيمر من حداك ديما وكيشوفك ديما وكذا والى اخره، فتيكون هذا هو الطبيعه ديالو، انه تيخاف من الانسان لا تشدو ولا المهم عم الله شنو كاين في دماغه، هو شنو غادي يقول، غادي يشدني غادي يذبحني؟ لا، ما كنظنش. وانما تيكون هذاك الخوف، لان كيشوفك كبير الحجم وكذا، فتيخاف منك. المهم كتشوفوا الدجاجه كلها، كاع الدجاج اللي كاينين اغلبيه كاينين دجاجات بطبيعه الحال خاشن ريوسهم تينقروا. هذا فروج كيف كتشوفوا مسيطر، فروج ديال الفيومي من المسيطرين، تيجي تراقب. هذا بيبي او كيف تشوفوا الكالكون،
حتى هو كاين موجود. وكيف كتشوفوا يعني راه كاين عدد ديال الدجاجات اللي تيدوروا هنا في المزرعه، وملي غادي يكملوا توصل الفتره ديال النوم فكيبداو يدخلوا مباشره. المشكل اللي كنعانيو منه هو عندنا موكا بزاف في هذه المنطقه، وكتعرفوا موكا كتاكل الدجاج، يعني في الليل كتنزل وكتاكل الدجاج، وحنا باقي عندنا شي بلايص اللي هما محلولين فكتدخل منهم موكا وكتهز شي فلوس ولا هذا وكديه كتاكل وما كتخليش الاثار. وحنا متاكدين بانها موكا هي اللي كدير هذا العمل، لان راه واصلين دابا تقريبا شي 12 ولا 15 يمكن فلوس اللي عنده تقريبا ما بين 20 يوم وشهر اللي غبر. وبطبيعه الحال من كيغبر راحنا عارفين بان موكا هي اللي كدير الخدمه، كدير خدمه نقيه ماشي بحال الثعلب كيعض وتيخلي الاثار. فموكا لا، موكا كتهز كتضرب بطفارها كتهز وكديه لانها قويه وجناحها كبار تبارك الله. فالحل هو انك تسد وتجمع وما تخليش البلاصه منين تدوز. هذا هو البروغرام اللي كاين ان شاء الله مستقبلا، ان غادي تسد الكوري مزيان ودير ليه الشبكه الى اخره باش ما نخليوش هذيك الحيوانات او الطوارئ ما نخليوهاش تدخل، هذيك الحيوان الطيور الجارحه ما نخليوهاش تدخل وتدير ما بغات في هذا القطيع اللي حنا تنحاولوا نكونوا فيه بشويه. وكيف كتشوفوا الدجاج مازال كيتسارى. غادي تكون ان شاء الله بعد هذيك الكلبه اللي كتشوفوها لهيها راه دازت لهيها غادي كتجري. المهم راه مولفه الدجاج، ولكن واخا هكاك خاص الواحد يرد على البال، لان اون سي جامي الكلبه راه ولا الكلاب ما راه فيهمش ثقه، راه الا لقاو السيبه راه غادي ياكلوا لك الدجاج. المهم واحد يرد البال وما يخليش الفرصه فين يزعموا على الدجاج وياكلوه. قلت لكم غادي تكون ان شاء الله واحد الدجاج ديال الزينه زوين اللي غادي يكون ان شاء الله مستقبلا غادي تشوفوه معنا في هذه القناه، واللي غادي يكون عباره على دجاج مفاجاه، لانه دجاج غريب وعجيب وما كنظنش بان غادي تكونوا شفتوه من قبل، ولا بزاف ديال الناس ما غاديش يكونوا شافوه من قبل، لانه الكثير منه غير متواجد في المغرب. حنا كنتسناو بعض الاصدقاء اللي وعدونا غادي يجيبوا لنا ان شاء الله، ومنين يجي بطبيعه الحال ويخرج ويكبر ويبان فغادي يكون جاهز وباين باش نتولعوا به ان شاء الله في فيديوهات اللي غادي تكون تقريبا 3 المرات في السيمانه، ولا على حسب يعني الامكانيه اللي غادي تشوفوا هذاك الدجاج اللي هو جميل جدا. دجاج ديال الزينه يعني تحشم كاع تاكلو ولا تذبحو ما غاديش تعطيك خاطرك لانه زوين وعنده كيعطي واحد العدد ديال البيض اللي هو قليل، لانه هو هكا ديال الزينه وما تيقرقش. خاصك ديما تكون عندك انت يا اما فقاصي يا اما يكون عندك شي دجاجه اللي غترقد. تحياتي لكم، ما تنساوش ديروا لايك